بصوا يا حبايبي الكيكه الجميله الناجحه ديت، شوفوا ما لزقتش ولا اي حاجه، وهشه وروعه وناجحه 100%. وبصوا كمان هنا يا حبايبي، بصوا جميله ازاي، شوفوا اسفنجيه وروعه زي النايتي بالظبط. يلا معانا نشوفها. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بيكم حبايبي في معلومه مفيده مع نانا. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وانتوا بتشوفوا الفيديو. النهارده حبايبي هعمل لكم انجح كيكه، يعني مضمونه 100%. هتعمليها كده وانتي مغمضه، ومقاديرها بسيطه وسهله جدا. يلا نشوف يا حبايبي مقاديرها. هنعملها بالكاستر، ولو عايزه ما تعملهاش بالكاستر عادي، بس طعمها بيبقى تحفه. جربتها وعجبتني وقلت اشارككم الفكره. اول حاجه حبايبي زي ما انتم شايفين كده، كوبايتين دقيق، كوبايه لبن، كوبايه سكر، كوبايه الا ربع زيت. ديت بقى ايه الكوبايه دي فيها ايه؟ معلقه خل، واخدين بالكم؟ وايه تاني يا حبايبي؟ وفانيليا سايله او فانيليا اهي زي ما انت بتحبي، زي ما انت تحبي، سايله بودر عادي. وادي بيضتين بحراره الغرفه، وكيس بيكنج باودر وذره ملح. هم دول يا حبايبي اللي هنحتاجهم في مقادير الكيكه. سهله وهتلاقيها نافشه وخطيره. بصوا حبايبي اللي انا عملتها امبارح عجبتني، عشان كده ايه قلت اشارككم الفكره. بصوا جميله وهشه ازاي، بصوا هشه وروعه، ولونها جميل قوي من الكاستر، والطعم الكاستر مديها طعم جميل جدا، وطريه، ويعني شوفوا يا حبايبي، شوفوا الجمال، طريه وجميله جدا هتعجبكم. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي. هنحط الاول طبعا زي ما احنا عارفين المقادير السايله في الخلاط. ان شاء الله هحطها في الخلاط وهرجع لكم. هنا حبايبي حطينا البيضتين، واخدين بالكم، في الخلاط، وبعدين نحط الفانيليا السايله او البودر. حطينا الفانيليا السايله، وحطينا كوبايه الا ربع الزيت، ونحط كوبايه اللبن، ونحط يا حبايبي السكر زي ما انتوا شايفين كده كله على بعضه، ومعلقه الخل اللي قلنا عليها اهي، بتساعد على نفشان الكيكه. هتحسوا ان الكيكه دي روعه بصراحه، اكتر من رائعه، طعم وريحه تحفه. واخر حاجه بقى اللي هيدينا الطعم والريحه واللون الجميل، معلقتين الكاستر. حطينا معلقتين الكاستر، نضرب بقى الخلاط. نضرب يا حبايبي لحد ما يتجانس كله مع بعضه، والسكر يدوب خالص، تحس انه داب. هنا بقى يا حبايبي جبنا بوله وحطينا فيهم كوبايتين دقيق، وبعدين ننزل بذره الملح وكيس بيكنج باودر. كيس بيكنج باودر كامل اهو، كيس كامل. نقلبهم كويس لحد ما يمتزجوا كلهم مع بعض، البيكنج باودر الكيس كامل وذرة الملح والدقيق، بس هما دول. كله عملناه حلو اهو. ننزل بقى بالايه؟ بالخليط السائل. بس كده، ده الخليط اللي عملناه يا حبايبي. طبعا احنا حطينا فانيليا في الاول، في تكه بقى تحطي ايه؟ سنه فانيليا صغيره كده اهو في الاخر، هي دي اللي بتخلي كمان ايه؟ ريحه الكيكه جميله في الاخر كده، عشان الريحه ما تروحش. التانية كان عشان البيض، دي الاخيره بقى دي بتخليها ريحه الكيكه فقع قوي، فيها فانيليا. نحط بقى الخليط ونقلب شويه بشويه اهو يا حبايبي. شوفوا اللون جميل ازاي، والريحه ما اقولكوش روعه. نحط شويه ونقلب، كل ما نحط نقلب شويه. لحد ما نخلص المقدار.
يا حبايبي حطينا كله. احاول اقلبها ما يبقاش فيها ايه تكتلات، يعني اقلبها كويس. ريحتها فظيعه وطعمها يا حبايبي خطير. انا عملتها وعجبتني، قلت ايه اعملها معاكم عشان تجربوها. ناجحه ومضمونه 100%. انا ما بعملش الحاجه ليكوا الا لما اجربها مره، لما احبها وتنفع اروح قايلها لكم. بس كده. عايزين تحطوها في صينيه حطوها في الفرن. عايزين، انا كنت عاملاها في صينيه كانت جميله جدا برضو، بس انا المره دي هعملها في حله الفرن اللي انتوا عارفينها دي، اللي هي مفتوحه من النص. بصوا حبايبي، اهم حاجه ما يبقاش فيها ايه تكتلات خالص، اي كلاكيع تتشال خالص. يا حبايبي اخر حاجه اهي بقى هنحطها في الحله او في صينيه في الفرن في الرف الوسطاني. لو في الفرن تستني اما الريحه تطلع تفتحي عليها، ما تفتحيش عليها الا لما ريحتها تطلع. لو فوق توطي عليها في الاول لو عندك حله الفرن دي. خلاص يا حبايبي، ولا كلاكيع ولا اي حاجه. والحله هي يا حبايبي دهناها بماده دهنيه زيت، وحطينا فيها بطناها بدقيق، معلقه دقيق، وهنحط فيها بقى ايه الكيكه اهي. ننزل بالكيكه زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي. عايزه تحطيها في فرن حطيها، عايزه تحطيها في حله زي ديت مقفوله، وفي الحالتين لما تشم ريحتها تفتحي عليها. يا حبايبي رجعت لكم بعد ما حطيتها كلها بقى ونغطيها بالغطا بتاعها. لما تكون فوق بقى في حله الفرن، اللي عنده حله الفرن لازم توطي عليها في الاول خالص، فاهمين بقى؟ توطوا عليها خالص. بصوا يا حبايبي بقى غطينا الحله. هنغطي الحله دلوقتي بعد ما وطينا البوتاجاز على الاخر. لما يكون الحله دي توطي البوتاجاز على الاخر، لكن لو علتيه هتحمر من على الوش ومن جوه تبقى عجين، واخدين بالكم؟ لكن في الفرن تسخني الفرن الاول وبعدين تحطيها في الرف الوسطاني لما تشم ريحتها. وهنا برضه لما تشم ريحتها بس واطي، فوق واطي تحت عادي، تفتحي الفرن عادي ما يبقاش واطي. وان شاء الله نغطي عليها ونشوفها اما تطلع. وزي ما قلت لكم يا حبايبي ناجحه ومضمونه 100%. جربوها هتنبهروا بالنتيجه ان شاء الله. نشوفها لما تستوي. الحله هي ليها خروم في الجنب، الغطا بتاعها اللي عنده واحده هيعرفها. ورجعت لكم يا حبايبي بعد ما الكيكه خلصت، وطبعا زي ما كلنا عارفين بنختبرها بخله. طلعت نضيفه يا حبايبي، روعه ما شاء الله. وشوفوا نافشه وجميله ازاي. كانت هي هبطانه اول ما حطيتها، شوفوا عليت ازاي وهشه وجميله جدا، وريحتها وطعم خطير يا حبايبي. اتمنى تجربوها، جميله جدا ومضمونه 100%. وفي الاخر يا حبايبي اهو قطعت قطعه اهيت من الكيكه ومفيش حاجه لزقت، واسفنجيه وجميله. وهي القطعه اللي انا قطعتها يا حبايبي، بصوا اسفنجيه وجميله زي النايتي بالظبط، وطريه بصراحه روعه. اتمنى يا حبايبي تجربوها، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.